السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل الزلابية بطريقة سهلة جدا وكمان سريعة، ومن اول مرة هتنجح معاكي. هقولك على كل حاجة وهقولك ازاي تعمليها وتنجح معاكي وتطلع كور، ما تطلعش كده اشكال فضائية. هقولك على كل الاسرار، بس انت تتبعي الخطوات. ولو اول مرة تتفرجي على قناتي، يا ريت ما تنسينيش في عمل اللايك والاشتراك في القناة. اول حاجة هنسمي الله ونقول احنا عملنا ازاي الزلابية. انا جبت بولة ضفت فيها كوبايتين من الدقيق، نخلتهم كويس قوي، وبعدين عليها ضفت عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر تكون ممسوحة، وكمان من الملح. قلبتهم كويس وبعدين ركنتهم على جنب. طبعا انا كمان حطيت نشا، بس يعني هي هتيجي لسه في المقطع التاني. عشان انا كنت ناسياه، بس انا افتكرته يعني الحمد لله. بس هو اتصور الحمد لله يعني، وهتشوفوه. معلقتين من النشا، عشان النشا طبعا هو اللي يخليها مقرمشه كده وحلوه. معلقتين اهوت من النشا. جبت كوبايه، حطيت فيها نص كوبايه ميه دافيه. ضفت فيها معلقتين سكر ومعلقتين صغيرين من الخميره. قلبتهم وركنتهم لمده 10 دقايق، اعمل ما يعني اقلب الدقيق بالميه. هقول لكم اخدت قد ايه ميه بالظبط. العجينه بتاعتي ما تكونش ولا يعني سايحه جامد، وما تكونش يعني يعني طريه جدا، يعني زي مثلا الكيكه. طبعا انا عاوزاها يعني تكون عجينه تقيله شويه عن الكيكه، او الكريب بس يكون تقيل شويه. هي بتبقى مش ولا خفيفه خالص، ولا تقيلة جدا. يعني هي بتبقى يعني وسط، بتبقى عجينة وسط، بحيث ان انت لما تيجي تمسكيها وتتشكل معاكي كورة، تعرفي ان هي ان شاء الله ناجحة معاكي، وتطلع زلابية جميلة زي بتاعة الراجل اللي بيعملها، واحلى كمان، لان احنا اللي عاملينها في بيتنا وضامنين النظافة بتاعتها. فاحنا حطيت معلقتين من النشا، وهقلبها تقلبتين كده بالمعلقة وبعدين المضرب. وبعد كده هضيف عليها شوية من الفانيليا، يعني ربع معلقة صغيرة من الفانيليا السايبة. وهقلبها هقلبها كويس بالمضرب. وبعد كده تيجي بقى مرحلة ايدي، هقلبها بايدي عشان خاطر العجينة تنعم. كل ما تضربيها كويس، كل ما العجينة تبقى معاكي ناجحة وتطلع هشة وتطلع مظبوطة في القلي كمان. هي اخدت مني كوباية وربع من المية، كوباية وربع بالظبط كده. طبعا كل دي واحتياجه للمية. عفوا. انا يعني عندي دور برد، اعذروني وادعوا لي بالشفاء، ربنا يشفيني ويشفي كل مريض. بتكلم بالعافية والله. بس انا يعني بقالي مدة مش عارفة انزل فيديوهات، فيعني اعذروني ان انا بتأخر عليكم. زي ما انتم شايفين انا بضرب العجينة وبختبرها كل شوية، بشوف يعني يعني اتكورت معايا الكورة. لو ساحت ونزلت من ايدك يبقى دي عجينة هتطلع خفيفة، فكده هتحتاج مثلا معلقة دقيق او معلقتين. بس بعد كده انا خلاص اتأكدت ان هي العجينة مظبوطة معايا وعجنتها كويس، ويعني لتتها كويس كمان. طبعا يعني انا سبتها لمدة نص ساعة. كانت يعني يعني جربتها الاول لقيتها خلاص يعني اتخمرت بقت كويسة، لان انا حطيت لها مية مغلية، وغطيتها كويس وحطيتها في الفرن. المية المغلية بتساعد ان العجينة تتخمر بسرعة. انا كنت برضو مستعجلة عليها،
فالحمد لله اتخمرت على طول. بحط طبق ميه سخنه، بحطه تحت في الشبكه من تحت، وبحط العجينه وبغطيها كويس، فكده بتتسرع معايا العجينه بتتخمر بسرعه. لو انت مستعجله طبعا، ده الكلام ده في الشتاء. في الصيف طبعا هي بتتخمر على طول، مش بتحتاج ميه ولا اي حاجه. كده دي اول طاسة انا بجربها. الزيت كان سخن جامد طبعا. بعد كده يعني الزيت هدى، فهتبصوا هتلاقوا الطارة اللي انا عملتها التانية ما اتلهفتش بسرعة زي الطارة الأولانية دي. تجربة الأولانية ديت، يعني أنا قلت أجرب كده كام واحدة. الزيت كان سخن جامد. بعد كده اتظبطت معايا يعني كانت ايه، التحمير بتاعها معقول. طبعا بحط بدهن المعلقة بالزيت. وبعد كده بحطها زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، كور جميلة هشة جدا، كانت جميلة. هتجربيها وهتعمليها وهتنجح معاكي بإذن الله من أول مرة. بس أنا عاوزة الدعاء يعني لأختكم في ظهر الغيب. مش عاوزة غير ان انتوا تدعولي ان ربنا يشفيني ويشفي كل مريض ويوفقني كده، وعشان خاطر يعني انزل لكم فيديوهات كتير. وعاوزة كده كومنت كده تشجيعي، لو عجبك الوصفة، عجبك الطريقة بتاعتي، يا ريت تكتبي لي يعني تعليق كويس كده بيفرحني طبعا، تشجيعي، علشان خاطر يعني انزل لكم فيديوهات كتير. وزي ما انتوا شايفين يعني ما شاء الله تبارك الله. ال ال لقمة هي طبعا اسمها لقمة قاضي، اسمها زلابية. سهلة جدا، مش بتاخد اي وقت ولا اي مجهود. بس هي العجينة تتظبط، يعني ممكن تاخد منك كوباية من المية على حسب الدقيق. وفي دقيق تاني بيحب يعني بيشرب، بياخد سوائل كتير. الدقيق عندي انا، دقيقي انا كوبايتين، خدت كوباية وربع من المية. ممكن دقيقك انت ياخد كوبايتين، قصدي كوباية بس. اهم حاجه ان انت ما تخليش العجينه سايله معاكي، ولو لقيتيها سايله حطي لها معلقه من الدقيق الاول وقلبيها، وان شاء الله تنجح معاكي وتطلع كور، ما تطلعش الاشكال الفضائيه اللي كنا بنعملوها دي زمان. عفوا عفوا ان انا بزعجكم من الكحه، لكن والله انا بقالي شهر تعبانه. عندي البرد ده، مش عارفة يعني، باخد له دواء وعلاج، بس مش عارفة اعمل ايه صراحة. فربنا يا رب يشفيني ويشفي كل مريض. ما تنسونيش مش ما تنسوش تدعوا لي يعني في ظهر الغيب. ويبقى كده جزاكم الله خير. وما تنسوش تعملوا لي لايك لو عجبكم الفيديو، واشتراك في القناة عشان يعني يوصل لكم مني كل جديد ان شاء الله. بعد ما حمرتها كده نص تحميرة، خليتها تبرد شوية، وبعد كده حطيتها في الزيت علشان خاطر تاخد وش تاني وتقرمش معاكي. والعسل طبعا انا كنت عاملاه. العسل انا بحط يعني كوبايتين من السكر على كوباية ونص من المية، يعني بدوبهم الاول، وبعد كده بحط عليهم عصرة ليمون، وبسيبهم لمدة 7 دقايق لغاية لما اتأكد ان هم يعني يغلوا كده ويعملوا فوم. طبعا 10 دقايق كده. وبعد كده هي يعني هو العسل لما بتسيبيه يبرد بيتقل، بس انتي اتبعي الخطوات وحطي كوباية ونص من الكوبايتين من السكر زائد كوباية مية، كوباية ونص من المية، وان شاء الله يطلع كويس معاكي. العسل طبعا بتاع الزلابية بيبقى تقيل حلو يعني، ما بيبقاش خفيف عشان ما تطراش معاكي. وزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله تبارك الله، كلها كده كور تفتح النفس. احلى واطعم كتير من اللي احنا بنشتريها من بره. العسل زي ما انتم شايفين ولا خفيف قوي ولا يعني تقيل قوي. نص نص يعني زي ما انتم شايفين. بحيث ان هو
يعني ما ينشفش ما يبقاش طري يطري الزلابية، ولا يبقى ناشف قوي، ما يبقاش مثلا تقيل قوي ما تشربش من العسل. هو كده معقول. وزي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الوصفة يعني ان شاء الله تنجح معاكي من اول مرة، تشرفك قدام اولادك قدام ضيوفك في رمضان. كل سنة وانتوا طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.